عادل، يا نهار اسود ومنيل، عاوزه تقلعي الجزمه؟ طب تعالي يا اختي. وشالها وهو بيضحك وبيقول احنا لسه هنستنى الزفه، تعالي يا حبيبتي. ومشي بيها لحد الكوشه وهو بيفرقع منها. تمارا بكبرياء ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. عادل بص لها بغيظ على الموقف اللي حطته فيه، وقال لها وهو متكئ على اسنانه اخلصي اقلعيها من غير ما حد ياخد باله، عشان هينادونا دلوقتي نرقص. تمارا فعلا قلعت الجزمه وحطتها تحت الكرسي وقامت ترقص معاه بحريه. الفرح كان جميل، واسماعيل وسرايا كانوا مبسوطين قوي، عكس فريدة وحنان اللي كانوا هيموتوا من الغيظ عشان ما خطبش. عادي، شايفك مبسوطة، ايه رضيت عن الجوازة؟ تمارا لا بس هو يوم واحد ومش هيتعود، فقررت استغله وافرح بيه. عادل، وجهة نظر برضه. تمارا انا اصلا كلامي كله صح. عادل بحجج مرفوع، ده غرور بقى. تمارا ده ثقة بالنفس. عادل بضحكة خليته جميل يا جامد. تمارا سرحت في ضحكته ونسيت نفسها. عادل بغمزة، ما كنتش اعرف اني حلو كده. تمارا بتوهان جدا، حلو وغباء. عادل ما سمعهاش من الدوشة بس حب يعمل حركة مطرقعة، شالها ولف بيها. تمارا بضحك يخرب بيتك هنقع. عادل بسخرية، تقعي وانت معايا، وبص في عينيها وقال طول ما انت في حضني ما تخافيش. الفرح خلص واسماعيل كان حاجز لهم في الفندق عشان ياخدوا راحتهم. وطلعوا وطلعوا بعد وصلة عياط بين تمارا وسوريا. عادل والله ما مهاجرين يا جماعة، احنا نص ساعة ونكون عندها. تمارا الإحساس يا عديم الإحساس. ودخلت الأوضة فتحت الدولاب، أول ما شافت اللي فيها قفلت الدولاب تاني ووشها أحمر. عادل في إيه؟ اوعى كده أما أشوف. تمارا تشوف إيه؟ اتلم، ده دولاب. انا عاوز الشنطه بتاعتي. عادل بغمزه، وليه واللي في الدولاب ما جامد برضه. تمارا كانت هتموت من الكسوف. فعادل سكت وقال ممكن تاخدي هدومي من عندي طالما مش هتستريحي في الهدوم دي. تمارا بحرج شكرا، واخدت الهدوم منه ولبستها. خرجت لقيته نايم على الكنبه وسايب لها السرير. ضحكت بخفه ونامت من ارهاق اليوم. باك. عادل فاق من شروده وقام روح من غير كلام خالص، كأنه بيحفر لحظة من جديد في قلبه. فؤاد، صدقني مش هرتاح غير لما الحقيقة تبان. اديني اسبوع، اسبوع بس يا عادل، وكل حاجة هتنكشف قدامك. تاني يوم الصبح، تمارا نايمة على السرير وحاطة ايدها على بطنها، بتتألم من سكات، مش عاوزة تبين ألمها عشان ما تقلقش حد. افتكرت اللي كان بيهون عليها ألمها وهو عادل، فدمعت وافتكرت حاجة. فلاش باك. بعد ما رجعوا البيت، عادل بقى يعاملها بحنية لحد ما بدأت تميل ليه وتحبه، بس هي مش عاوزة تعترف بسهولة، على الرغم من إن والدته بتعاملها أسوأ معاملة، لكن كانت بتصبر عشان خاطر أمها. وفي يوم وهي قاعدة في أوضتها، عادل دخل عليها فجأة. تمارا، أنت جاي دلوقتي ليه؟ ميعادك مش دلوقتي، جرى حاجة؟ عادل، ها، ممكن تلبسي وتيجي معايا؟ تمارا، أجي معاك فين؟ عادل، البسي بس بسرعة هقولك في الطريق. تمارا لبست وراحت معاه، وقف قدام المستشفى ونزل وقال بص يا تمارا، مش عاوزك تقلقي، بس عمتي جوه. ملحقش يكمل كلامه وكانت داخله تجري وتخبط في اللي قدامها لحد ما وصلت للاوضه بتاعتها. دخلت فجاه لقت خالها قاعد جنب امها ودموعه نازله. تمارا بصوت مهزوز، ماما. سوريا بابتسامه باهته، تعالي يا تمارا. تمارا دخلت عليها ودموعها على خدها، مسكت ايديها وقالت مالك يا نور عين. سوريا، آن الأوان إن الروح تروح لحبيبها بقى. تمارا بصدمة، انت بتقول ايه؟ هتسيبيني لوحدي؟ سوريا، انا هسيبك مع حبيبك، خلي بالك منه يا تمارا، واسمعي كلام عادل بيحبك. تمارا، ابوس ايدك ما تقوليش كده، انت مش هتسيبيني صح؟ سوريا، دي إرادة ربنا يا عيوني، ايه هنعترض؟ تمارا، لما تقوليش كده، انت هتخفي وهتبقي زي الفل. سوريا بنظرة وداع، حافظي على نفسك وخلي بالك من عادل واسمعي كلامه. بصت ليهم وقالت عاوزة استريح شوية، لكن قبل ما تخرجوا لازم تعمل بوصيتي يا عادل. عادل بحزن لأنه عارف إن دي النهاية. حاضر يا عمته حاضر. كلهم خرجوا وتمارا كمان كانت ماسكة ايديها وبتعيط جامد لحد ما عادل طبطب عليها وخرجها معاه بره. تمارا بحزن، هتبقى بخير يا تمارا، مش هتسيبك، لا هتبقى بخير. الممرضة دخلت عشان تشوفها بعد ما خرجوا من عندها بوقت قصير. خرجت والحزن على وشها وقالت البقاء لله. تمارا بقت تصرخ وتقول انت بتقولي ايه؟ امي كويسة، ما فيهاش حاجة. عادل في حضنها ومش راضي يسيبها. تمارا بتضرب فيه وعاوزة تروح لأمها لحد ما أغمى عليها. إسماعيل أول ما سمع الخبر ما قدرش يستحمل، قعد على الكرسي ودموعه نازلة، وهو كان عارف إنها هتموت، لكن الخبر نزل عليه زي الصاعقة. بقى بيبص للكل بحسرة. عادل دخل تمارا أوضة الدكاترة، قالوا إن هي عندها انهيار عصبي. عادل وقف جنب تمارا بعد موت أمها كتير قوي لحد ما اعترفت له بحبها. باك.
بقى كده يا يسر اتصل بيكي وما ترديش؟ لا، انت ولا خالتك يعني كنتوا واخديني كوبري عشان توصلوا لعادل، وكنت انا السبب في طلاق الاتنين. ماشي يا يسر، ماشي، حسابك تقل. اخلص بس من السفرية دي وهخلص القديم والجديد وهتبقى خراب على الكل. فريدة، مالك يا حنان ضربة بوس كده ليه؟ حنان، مش عارفة انام من ساعة ما ظلمت البنت يا فريدة. انت ايه يا اختي ما عندكيش قلب؟ زمانها دلوقتي في الشارع. طب لو مش عشانها يبقى عشان خاطر اللي في بطنها. فريدة، هش هش، الحيطان لها ودان، تعالي معايا تعالي. واخدتها على اوضتها. فريدة، انا عاوزة اعرف بقى ايه مشكلتك؟ معقدة الدنيا ليه؟ ما كنتيش عاوزاها مرات ابنك وطلقتها منه، مش شايفة ان في مشكلة؟ حنان، بس مش بالطريقة دي، مش نطلعها خاينة. انت مفكرتيش لو عرف ممكن يحصل ايه؟ ممكن عادل يعمل ايه؟ يروح فيها. تمارا ما كانش يقدر يستغنى عنها، احنا اللي قعدنا نخطط عشان نفرقهم. البنت كل يوم تيجي تبص لي وتبكي يا فريدة. مش قادرة اسامح نفسي على اللي عملته فيها. فريدة، انسي تمارا، انسيها خالص كأنها ما كانتش في حياتنا. غلط في 60 داهية. اللي كانت هي مستوانا ولا تفكيرها زينا. هي صحيح تعبتنا لحد ما خرجناها من حياة عادل، لكن على جثتي انها ترجع له تاني. حنان سابتها ومشيت وضميرها وجعها قوي، ومش قادرة تنسى منظر تمارا وهي قبلت تشترك في الجريمة دي عشان خاطر بنت اختها. فؤاد، قال قول لي يا عادل. عادل، ايه يا فوقش محتاج ايه؟ فؤاد، انت ما طلقتش تمارا ليه لحد دلوقتي؟ عادل، وانت بتسأل ليه؟ فؤاد، سؤال عادي، اصل مستغرب بصراحة ازاي بتقول خانتك وازاي ما طلقتهاش. عادل بتنهيدة، عشان خاطر عمتي الله يرحمها. فؤاد، مش فاهمك يا صاحبي. عادل، عمتي الله يرحمها وصتني قبل ما تموت اني اخلي بالي منها وما اتخلاش عنها ولا اطلقها مهما حصل بينا. كانت خايفة عليها، لكن تمارا ما همهاش سمعتي ولا سمعتها. فؤاد، يعني مش عشان عندك شك انها مظلومه؟ عادل، مظلومه ايه بس؟ بقول لك شايفها بعيني. فؤاد قام وقف وقال للاسف يا صديقي انت خسرت كتير. اسبوع واحد بس والحقيقه هتبان قدام عينك، سلام. فؤاد مشي وعادل سرح. قال معقول اكون ظلمتها؟ لا، انا شفتها بعيني، بس هي حاولت تبرر وانت ما اديتهاش فرصه. اديها فرصه ليه؟ ما هي كل حاجه واضحه زي الشمس. طب افرض كانت ظلمتها، هتقبل ترجع لك تاني؟ وقف عند السؤال ده وراجع بذكرياته لورا. فلاش باك. تمارا، عدولة. عادل، بقى أنا عادل بيه راجل الأعمال يتقال لي عدولة؟ تمارا، براحتي يا حبيبي، أنا أقول اللي أنا عاوزاه. عادل بضحك، ومين يشهد لك يا باشا؟ كنت عاوزة إيه؟ تمارا، كنت عايزة أقول لك إني بحبك قوي قوي، ومستحيل أبعد عنك أبدا. عادل برومانسية، وأنا بعشق عيونك، ونفسي تجيبي لي عيال كتير قوي أملي بيهم الفيلا دي. تمارا بسخرية، يا أخويا، وخلي أمك تطردني بيهم. عادل، طول ما أنا عايش ما تشيليش هم. تمارا بجدية، عندي سؤال. عادل، اسألي يا مغلباني. تمارا، لو في يوم حصل سوء تفاهم وكانت السبب فيه مامتك هتعمل ايه؟ عادل انصدم من السؤال ولكنه جاوب بهدوء. مش هقدر اعمل حاجة صدقيني، لانها امي، عمري ما اقدر اجي عليها عشان خاطر حد. حتى لو كنت انت، انا عارف انها مش متقبلاك ومزعلاكي على طول، بس استحمليها عشان خاطري. تمارا بجدية، تمام يا عادل، انا نفسي طويل بس خد بالك انا مش بسامح بسهولة. عادل عقد حواجبه وقال مش فاهم. تمارا، يعني مامتك تتسبب في سوء تفاهم وانت تصدق عندي او اي حاجة وتيجي تعتذر؟ صدقني ممكن تقعد عمرك كله تعتذر ومش هسامحك برضه. عادل، يا ست ربنا ما يجيب زعل، وبعدين ده انت قلبك اسود قوي. تمارا بضحك، مش اسود قد ما هي كرامة. عادل فاق من شروده وقال بصدمة، معقول؟ لا لا، أكيد مدى كرهها ليها مش هيوصلها لكده. لا ليه؟ هو مش ياسر ده معرفة يسر بنت خالتك؟ وما تنساش إنه كان زميل تمارا في الجامعة. عادل، أنا ما عدتش فاهم حاجة، بس لو تمارا طلعت مظلومة وكانت أمي فعلا هي السبب، إيه اللي هيحصل؟ وقعد يفتكر اللي حصل معاهم. فلاش باك. تمارا كانت نايمة على ظهرها بأمر من الدكتور وبتفكر في عادل، وفي لحظة ضعف منها مسكت الفون واتصلت بيه، بس من رقم تاني. عادل رد عليها وقال ألو. تمارا ما اتكلمتش، كانت بتكتم عياطها بإيديها، ولكنه حس بيها. عادل أول ما حس إنها هي قلب غيظه بعصبية. إيه، ما لقيتيش مكان تروحي فيه بتتصلي تاني؟ بقيتي في الشارع خلاص؟ اوعي تفكري أو خيالك يصور لك إن ممكن ترجعي تاني. أنت واحدة خاينة، فاهمة يعني إيه خاينة؟ احفظي كرامتك بقى وما تتصليش تاني، ولا المرة الجاية مش هعرف هعمل إيه. واحدة عديمة الكرامة. تمارا قفلت الخط وانهارت من العياط.
بقت تحط ايدها على بقها تكتم شهقتها، مسكت التليفون وكسرت الخط وقالت ماشي عادي، هتلف عليا بلاد الله وبرضه مش هتلاقيني، وحتى لو لقيتني عمرك ما هتقدر تمحي ذرة من اللي انا حاساه وعشته. سرحت في اليوم المشؤوم بالنسبة ليها. فلاش باك. فريدة، بقول لك ايه يا تمارا، تيجي معايا نروح نزور ياسر، اصله تعبان قوي. تمارا، مش عارفة والله يا طنط، انت عارفة ان عادل مسافر وانا لازم استأذنه. فريدة، انت هتيجي معايا انا وبعدين فرصة تغيري جو، انت من ساعة ما عرفت انك حامل انت ما بتخرجيش. تمارا ابتسامة وحطت ايدها على بطنها وقالت في نفسها يا ترى عادل لما يعرف بوجودك ويفرح. اكيد هيفرح. انا احتفظت بالخبر عشان عاوزة اشوف رد فعلك يا عادل. فايت على صوت فريدة وهي بتقول يلا بقى يا تمارا، ده حتى حنان ويسرا هيكونوا هناك، ولو عادل اتكلم هقول له ان انا اللي اخدتك. تمارا بحسن نية حاضر هقوم البس. طلعت تلبس وسابت فريدة تضحك بخبث، ومسكت تليفونها بعتت رسالة لعادل إن مراته بتخونه مع ياسر وهي دلوقتي معاه في شقته. فريدة، كويس إن عادل كلمني وعرفني اليوم اللي هيوصل فيه، وكان عاوز يعمل لها مفاجأة ليها. خد المفاجأة دي بقى يا عادل.